كان يسبني بزاف بابا الله يرحمه، ما يعرفوش. لو كان جاي يعرفوا بالك قال بيناتهم عداوه، ما يعرفوش. هادو ماشي اسنانك. ضربني، كسر لي اسناني. هذه قطره من البحر، يعني كان يضربني، يعنفني، الظلم، الكلام الباذي، الفاحش. نسمع من عنده. واش كان يقول لك زعما؟ كان يسبني بزاف بابا الله يرحمه، ما يعرفوش. لو كان جاي يعرفوا بالك قال بيناتهم عداوه، ما يعرفوش. يقول لي باباك يلي تما كبرت بهادي، باباك يلي كان جا مليح، لو كان جا كذا. الشرب برك شويه ما، لانه الشابيتر اللي راح ندخل فيه دركا شويه حساس. لازم تكوني مركزه مليح، لانه انا وعدت اللي عيطوا لنا اني نسقسيك، وعدت انه نهضر واش قالوا لي يعني، وانت واجبي اكيد. وانا قلت لهم باللي عاده الانسان اللي يكون على حق يهضر يعني ويقابل يعني. هما ما حبوش يفوتوا. انا نحكي على طليقك وعائلته يعني من عندي انا كل احترام لعائله الطليق والاشخاص اللي هضروا معنا، وانا كنت طلبت منهم الاذن انه نهضر الكلام اللي قالوه لي وانت واجبوا عليه، لانه هذا الكلام ماشي اليوم غدوه غير غدوه يخرج في مواقع التواصل الاجتماعي. انا ماشي باش نتاجر بالقضيه، ولكن انا دائما نشوف انه هذه القصص وان كانت تبدو بسيطه، ولكن هذه القصص موجوده في كل منزل يعني. تصرى قاعد تصرى في الديور حاجات كيما هادو. نبدأ بأخت طليقك، لأنه هي اللي تواصلت معايا وتواصلت مع زملاء واحد آخرين من الشروق بلا ما نقول لهم، على أساس أنه الكلام اللي راكي تقوليه فيه في الحصة أنه كذب وتأليف، وأنه راكي تلعبي في الدور وتحاولي تستعطفي الناس إلى غير ذلك. مش قادرة أنا نتوجه للتمثيل، حلاش نجيب نلعب الدور؟ توجه للتمثيل ونمثل. ايه جسم طريقك قال لي نفس الجملة. قال لي نفس الجملة يعني. قال لك تتوجه للتمثيل إن شاء الله. يعني همي ضحك وهمي بكي يعني. ضحكتي كي قال لي هكذا يعني. لا هنا نضحكوا باسكو قبل ما نجي اليوم بعد 3 سنوات واني صفاني داخله في 4 سنوات طلاق. اليوم صليت 2 ركعات تاع الفجر وحمدت ربي اللي انا. شوفي هما انني حاب نواجب برك على النقاط اللي نقالوا، لانه هما حكاوا لنا امور بزاف يعني امور. حكيت لك وريت لك واش قالوا، ولكن دركا يعني كيرانا في البودكاست نحكوا على الاشياء اللي نقالوا في البرنامج وتوضحيهم يعني. بخصوص المهر، هي قالت اخته باللي هو راجلك قال باللي مديت لها المهر، واخته قالت باللي ما هي ما حبش تديه. يا سلام 15 مليون. هذا وين سمعت المبلغ منك؟ 15 مليون. وانا قلت له ما نديهش. علاش ما نديهش زعما؟ علاش ما قالتش علاش ما حبيتش تديه؟ هي ما قالتليش. هو قال لي عطيت لها 15 مليون وزدت لها 3 ملايين يعني بيناتنا، وعلى اساس وجابوا لك الذهب وخيرتي انت بيماك الذهب. حسبي الله ونعم الوكيل. وليش كاع نكسر راسي ما نمرض قلبي كيف هما ياكلوا يشربوا يرقدوا مهنيين وانا نمرض روحي. حسبي الله ونعم الوكيل. اذا كان هذا الكلام صح ان شاء الله ما نوصلش للدار. لا صحيح 1000% يعني. انا لا قالوه الى صح طاولي ان شاء الله ما نوصلش للدار. ان شاء الله ما نوصلش لداري. هي شوفي ابتسام، المهر عاده لانه انا حضرت في زواجات يعني المهر يتمت قدام الناس. انا شراو لي حوايج صح شراو لي. لا دقيقه نكمل سؤالي. المهر يتمد بحضور الامام، يهضر عليه الامام، يهضروا عليه الناس اللي يكونوا تما يعني بشهود يعني. نهار اللي كانوا رايحين يشريوا لي داوني في طوموبيل، قلت لهم ماما تجي معايا باش نخيروا. قالت لي ما كاش بلاصه. دات راجلها واللي كانت عجوزتي واللي كانت لوستي ودات وليدها يقرا في البريمار. قلت علاش تديه زعما؟ يعني انت تتحملي مسؤوليه كلامك انه ما عطاولكش مهر؟ والله العلي العظيم والله العلي العظيم والله العلي العظيم ما عطاولي لا هذا المبلغ لا المبلغ اللي ذكروه ولا غيره ولا اقل. ما اقل ما عطاوليش. شراولي صح شراولي. قلتها كي دزت معاكم ونعاودها شراولي شويه مفروشات وكامل وداروا شومبرا زعما والصاله هو اللي دارها. وهما اللي استعجلوا بالعرس. انا ما كنتش حابه نتزوج. كنت نقول له ما عنديش اصبر ما عندي والو صح. داوني قالوا لي احنا اروحي بجبتك هذه هضرتهم اروحي بجبتك وحنا نديروا لك. كي دخلت لعندهم ولاو يقولوا لي ما كاش عروسه ما تجيبش.
وكاين واحد الملاحظة، أنا قلت باللي تزوجت في عائلة فيها 8 أفراد، كاين 6 رجال وزوج نساء في هذيك الدار. كيفاش 6 رجال لغيتيهم وانتي يا جوزي؟ هنا تعرف سبب الطلاق، هنا تعرف شكون هي سبب الطلاق في هذيك الدار، تكون سبب طلاقي هي شوفي يعني أنا أتحمل تاني مسؤولية هذا الكلام، لأنه أنا هدرت معه مع طريقك مدة ساعة، وهدرت مع أخته. طريق كاين تصريحات متناقضة، يعني هو قال لي بلي إحنا متزوجناش في فترة قصيرة 5 شهور باش تزوجنا، واختو قالت لي احنا كنا مزروبين درنا 2 شهرين يعني العرس يعني. ومن بعد هو قال لي بلي عطيت لها دراهم 18 مليون وشدتهم، وهي تقول باللي ما حبيتيش تشدي دراهم. يعني كاين شويه كاين حاجات هم يتفهموا في الدار قبل ما يعيطوا لك. اني قلت لك الا ديت هذا المبلغ ولا واحد اخر مبلغ يا سيدي نقولوا مليون هكا عطاه لي، قال لي هذا مهر تاعك، ان شاء الله ما نوصلش لداري، ان شاء الله ما نوصلش لداري. هذا واش نقدر نقول، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعثوا لنا تصاور تاع العرس. انا كي داروا الصاله قالوا لي رانا درنا رادات. قلت لهم صح انا مانيش واجده وما كنتش حابه، انا عم بالي يحبوني وباش ما نخرجش برا. هي لا هي الصاله هذه كانت دايره بروموسيون هذيك السمانه، ما حبوش يراطيوها، ومازالها لاصال، ومازال تقدر تروح تشوف وقتاش كانوا دايرين هذيك البروموسيون، كيفاش راحوا وكيفاش خلصوا. لا عادي انهم يديروا، ماشي هذا ماشي يعني سي با ان بروبليم، يعني داروا بروموسيون لانه الناس من داك ما الله غالب ما يقدروش يتحملوا تكاليف العرس. ما داروليش عرس، داروليش عشاء. ما سقساونيش ديجا ميم بحال درتي عشاء. جاري اللي خرجني من تحت يدو هو اللي مسكين شرا الحلوى وشرا شويه طعام شويه باش تسمع الناس. ما اهتمش كامل. كي نعيط له يقول لي انتوما نسى بيناتكم. هو انا سقسيته وقلت له شغل علاش خلاص المكتوب بيناتكم، وقلت له اصلا علاش راك حاب تهضر في هذا الموضوع، لانه ما جبدناش اسمه وما تغمقناش في التفاصيل، ماشي هذا هو الموضوع يعني. هو كيفاش يقولوا شابيترو جاز من حياتك. هو قال لي انا ما نقدرش نقول واش قال لي، ما عنديش الاذن على هذا التفصيل، مي قال لي انا حبيت نوضح هذه الاشياء. قال لي انا شغل ما تعرفتش عليها بعد خطبة الإمام. قال لي أنا تعرفتها في الخدمة في المكتبة، وخطبتها يما وإلى غير ذلك، ويماها كانت تجي وتدير المشاكل في الدار وتجي بزاف وبلا بلا بلا بلا.